العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. المساجد والكنائس تستأنف نشاطها المعهود. بناء سد في ضاحية عدن أمن بمبادرة المواطنين. توزيع أكثر من 23 ألف فراخ في ميعيني. تشيع رئيسها إدريس ديبي بحضور عدد من القادة الأجانب. الجيش الروسي يبدأ انسحابه من المناطق الحدودية الأوكرانية. سقوط مروحية عسكرية على منزل في زيمبابوي ومقتل أفراد طاقمها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استأنفت دور العبادة أداة العبادات بعد توقف مؤقت لعام كامل نتيجة تخفيف إجراءات التصدي لوباء كورونا على مراحل، وبهذا بدأت الجوامع والكنائس أنشطتها الاعتيادية من اليوم الأحد 25 من أبريل. وكانت خدمات التعليم من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وكذلك جزئيا خدمات المواصلات قد بدأت نشاطها المتوقف. وتجدر الإشارة إلى أن خطوات التخفيف هذه لا تعني انتفاء مخاطر كوفيد-19، مما يتوجب من المواطنين القيام بالإجراءات الاحترازية. ويجب على المواطنين الاحتراز باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي تلافيا للموجات الثانية والثالثة من وباء كورونا التي تشهدها الدول أوروبا وآسيا للإهمال وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية. ومن الضرورة قيام الهيئات المختصة بأعمال المراقبة لتنفيذ إجراءات التصدي لكورونا في المؤسسات التي خففت عنها، غير أن المسؤولية تقع على عاتق أي رد في المجتمع. تشهد ضاحية عدن أمن في مديرية لوغو عنسبة إقليم القشبركة بناء السد لحل مشكلة مياه الشرب بمبادرة من المواطنين. وأوضح المهندس تمسجن غويتوام خبير بناء السدود والحفاير بأن السد الجاري بناؤه بالحجارة والإسمنت في موقع منحدر يبلغ مساحته حوالي 3 هكتارات وعرض 12.5 مترا وطول 16 مترا، يمكن أن يسع حوالي 147 ألف متر مكعب من المياه. وأشار مدير ضاحية عدن أمن السيد فرزقي تلا تسير أنشطة نفير فعالة في المكان المخصص لبناء السد خلال 4 أشهر مضت بهدف إصلاح مساقط المياه، مشيدا بالمشاركة الفاعلة التي أبداها السكان. وقد قال مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس المشارك في وضع حجر الزاوية أن الشرع في العمل مرحلة مهمة، لكن الإنجاز الباهر هو عند اكتمال السد وامتلائه بالمياه وتسخيره لمصلحة المواطنين. وبما أن العمل يتطلب تنسيقا جيد وتعاون قوي، يجب على المواطنين منح بناء السد الأولوية. وذكر السيد السكان معاناتهم السابقة من مشاكل مصادر مياه نقية تتسبب في ذلك في ضغط معيشي واقتصادي لهم، مؤكدين العمل بقوة بتنسيق طاقاتهم وقدراتهم لاكتمال السد في وقت وجيز وحل الإشكالية، إضافة إلى إسهاماته في تسيير أنشطة تنمية زراعية. وتعد ضاحية عدن أمن التي تطونها حوالي 900 أسرة تعد إحدى ضواحي مديرية لوغو عنسبة 13. وزع مكتب وزارة الزراعة في مديرية ميعاني على المزارعين 23,279 فراخ بأسعار زهيدة لتحسين حياتهم المعيشية ومستواهم الاقتصادي بتربية الدواجن، إلى جانب الجهود الجارية لتنمية الحبوب والفواكه والخضروات. وأوصى خبير تربية المواشي في المديرية الشاب موسى برهي المزارعين الموزع إليهم الفراخ لرعايتها جيدا لتأمين الأمن الغذائي، داعيا وزارة الزراعة لمنح هذا المجال اهتماما أكبر ليتزايد طلب المزارعين. وأكد المزارعون بذل الجهد لرعاية الفراخ الموزع إليهم جيدا
لتحسين حياتهم المعيشية. قامت مديرية إقليم عنسبة بمناسبة الأول من مايو يوم العمال بتسيير أنشطة نفير تنموية واسعة نظمتها الكونفدرالية الوطنية للعمال تحت شعار العمل للتنمية الخضراء. وقد اشتمل البرنامج الذي جرى في 23 من أبريل وشارك فيه الشباب العمال الموظفون في 20 مؤسسة حكومية على صيانة المدرجات وتجهيز الحفر وتنظيف الشتول. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن عمال مشروع علب الرعد الزراعي قاموا بأنشطة مماثلة في 18 من أبريل داخل المشروع. وأوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في إقليم عنسبة السيد أتو برهان جبرات تسيير أنشطة نفير تنموية واسعة وفعالة شارك فيها أكثر من 1500 موظف حكومي. يتلقى 425 شابا في مديرية مندفرة دورات مهنية مختلفة تقدم نظريا وتطبيقيا نظمها الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا، وتشمل على تصفيف الشعر وتقنية الحاسوب وصيانة مضخات المياه ومد أنابيب المياه، وتستغرق فترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر. وأوضح مسؤول الشباب في المديرية الشاب صالح محمد سعيد أن البرنامج جزءا من الجهود الجارية لرفع قدرات الشباب المهنية وإنتاجهم. وذكر فتح فرص القرض تسهم في خلق فرص عمل بالاستفادة من المهن المكتسبة، مشيرا إلى وضع برنامج لتنظيم دورات مهنية في تربية النحل وغيرها من المهن مستقبلا. استشهد المناضل المهندس مدهاني استيفانوس المدير العام لقسم تطور المدن في وزارة البناء في 23 من أبريل إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 75 عاما. والتحق المناضل المهندس مدهاني استيفانوس إلى صفوف القوات التحرير الشعبية في عام 1976 وخدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص، حيث عمل قبل الاستقلال في مفوضية البناء للحزب، وبعد الاستقلال في وزارة الحكومات المحلية، ومن ثم في وزارة البناء حتى يوم استشهاده. المناضل المهندس مدهاني استيفانوس رب أسرة وأب لمولودين، ووري جثمانه الثرى منتصف اليوم الأحد 25 من أبريل في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة البناء عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل المهندس مدهاني استيفانوس، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تحت حراسة أمنية مشددة حضر رؤساء حوالي 12 دولة إلى قلب العاصمة تشادية نجامينا لحضور مراسم تشييع رئيس التشادي الراحل إدريس ديبي. وقد وصل نعش ديبي إلى ساحة الأمة على منصة شاحنة صغيرة، وقد لف بالعلم الوطني، وأطلقت 21 طلقة مدفعية، وأقيم تكريم عسكري للرئيس الذي رفع إلى رتبة مشير تشاد في 11 من أغسطس الماضي. ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظراؤه في دول الساحل وعدوا بتقديم دعمهم للمجلس العسكري برئاسة نجله محمد إدريس ديبي للحفاظ على استقرار حليفهم الاستراتيجي في المعركة ضد الجهاديين في المنطقة. ورأت المعارضة منظمات غير حكومية في حضور ماكرون التشييع مؤشرا على أن فرنسا التي أنقذت نظام الرئيس الراحل عسكريا مرتين على الأقل بعدما هدده المتمردون في 2008 و2019 ستبقى على دعمها لخليفته على الأرجح.
بدأت روسيا سحب قواتها التي كانت تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية وفق ما أعلنت وزارة الدفاع بعد أسابيع من التوتر بين موسكو والغرب على خلفية حشد الجنود. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن عشرات الآلاف الجنود الذين تم نشرهم في جنوب وغرب روسيا للمشاركة في تدريبات على مدى الأسابيع الماضية سيعودون إلى قواعدهم. وأثار حشد القوات الذي جاء على وقع تصاعد القتال منذ مطلع العام بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا قلق كييف ودفع حلفائها في الغرب إلى توجه تحذيرات إلى الكرملين. ورحب حلف شمال الأطلسي وكييف على حد سواء بإعلان روسيا سحب القوات، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خفض عدد الجنود عند حدودنا يخفف التوتر بشكل متناسب. وبعد ساعات على إعلان انتهاء التدريبات أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ترحب بزيلينسكي في أي وقت لمناقشة العلاقات الثنائية، لكنه أشار أنه سيتعين على كييف مناقشة مساءلة تصاعد القتال مع القادة الانفصاليين في المنطقتين اللتين انفصلتا عن أوكرانيا. أعلن سلاح الجو في زيمبابوي أن طائرة مروحية تابعة له تحطمت، مما أودى بحياة أفراد طاقمها 3 وطفل في منزل سقطت عليه. وبحسب روسيا اليوم كانت الطائرة في مهمة تدريبية على متنها طيران وفني عندما اختفت من شاشات الرادار. وسقطت الطائرة على منزل في منطقة أركتوروس الريفية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة هاراري. والخبر الأخير في هذه النشرة: انطلق صاروخ سبايس إكس من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا محملا ب4 رواد فضاء بينهم الفرنسي توما بيسكيه إلى محطة الفضاء الدولية. وعل التصفيق في غرفة التحكم في سبايس إكس، وهذه الرحلة الثالثة المأهولة للمجموعة الأمريكية الخاصة التي أسسها إيلون ماسك، والتي تنقل الآن رواد فضاء وكالة ناسا بعد 9 سنوات من الاعتماد الأمريكي على صواريخ سويوز الروسية. وخلال مهمتها التي تستغرق 6 أشهر سيكون الفريق مسؤولا عن إجراء حوالي 100 تجربة علمية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.